التدريبية لليوم الثاني تأخر التحاق ركائز الفريق بسبب التزامهم مع نواديهم على غرار ياسين إبراهيمي ورياض محرز وهني وفيغولي، كما تم تعويض وليد مسلوف في آخر لحظة بسبب إصابته بلاعب مولودية الجزائر أمير قراوي، بينما سيكون إسلام سليماني غير معني بهذا اللقاء بسبب العقوبة. كما ستكون الأنظار أيضا صوب المدرب المحلي نبي نغيز الذي يمسك زمام أمور المنتخب في فترة انتقالية. هي أهم مباراة منذ بداية تصفيات تأهيلية لكأس إفريقيا 2017، لأن هي مباراة اللي تكون مصيرية إن صح التعبير، وين رايح نذهب لكي نأخذ التأشيرة للنهائيات بطولة كأس إفريقيا. نظن راهي مهمة جدا، وخاصة عندما جات في ظروف استثنائية. رحيل التقني الفرنسي كريستيان غوركوف قبيل حسم الخضر التأهل الرسمي للكان لن يؤثر على رفقاء كان مجاني بحسب هذا الأخير. لم يتأثر أي منا في المجموعة بسبب رحيل غوركوف. صحيح أننا بدون مدرب رئيسي على رأس المنتخب، لكننا نحضر رفقة طاقم فني عملنا معه سنتين، فنبيل نغيز ومنصوري عملنا معهما لمدة ويعرفان جيدا المنتخب. مباراة السيشل ستكون فرصة أمام بعض اللاعبين المحليين الذين تم استدعائهم، ولو أن مشاركتهم في كل مرة ستكون من أجل تعويض غياب بعض اللاعبين المحترفين، لكن هل سيكون الأمر مخالفا هذه المرة مع مدرب محلي؟ إن شاء الله دوك رانا هنا والمنتخب خسرته نقطة ومازال عندنا لقاءين. إن شاء الله الواحد إن شاء الله إذا داروا فيه ثقة راح يمد افو ان شاء الله باش ياكد الامكانيات تاعو وباش يبين باللي يستاهل هذا الاستدعاء. وان شاء الله سواء انا ولا اي لاعب اخر ان شاء الله اللي يدخل يؤدي لقاء كبير، لانه الاهم هو التاهل كاس افريقيا. هنا بدأ التحضير لنقطة التأهل إلى كان الجابون عبر سفرية فيكتوريا، وهذه المرة بمدرب محلي مؤقت في انتظار أن يسلم المشعل إلى مدرب قيل عنه أنه سيكون عالميا. حسين صالح، بي إن سبورتس، الجزائر.